أهلا بحضرتك معانا في برنامج يلا الشوبينج. ممكن نتعرف بحضرتك؟ انا ماجد، محلات هاي باي. أهلا وسهلا بحضرتك. ممكن نتعرف على نشاط حضرتك عبارة عن إيه؟ احنا بنشتغل في جميع انواع الشنط والكوتش. عندنا شنط حريمي، شنط رجالي، شنط اطفالي، شنط سفر، شنط ترولي، شنط لابتوب، شنط جيم، كل جميع انواع شنط مدارس. جميع انواع الشنط شغالين فيها. وعندنا برضو جميع انواع الكوتشي واطفالي ورجالي وحريمي برضو. كل الكلام ده كله شغالين فيه. تمام. إيه أخبار الجودة عند حضرتك؟ طبعا احنا في مشروعنا بنركز على موضوع ان الجودة تبقى عالية جدا، وبنركز برضو في نفس الوقت ان السعر يكون قليل عشان يبقى في متناول الجميع. المنتجات اللي عند حضرتك مصرية ولا مستوردة؟ هو احنا بصراحة بنشتغل في جميع المنتجات، بنشتغل في المصري وبنشتغل في المستورد، بس طبعا بنشتغل في المصري اللي هو خامته عالية. إيه أهم مميزات مشروع حضرتك؟ احنا اهم حاجة بتميزنا ان احنا بنقدم سوق متكامل لجميع انواع الشنط. يعني اي شنطة احنا عايزينها، رجالي، حريمي، اطفالي، شنط سفر، ترولي، حتى لو شنطة غريبة عن السوق او مش لاقيينها في اي مكان، بنيجي هنا ان شاء الله بنلاقي سوق متكامل للشنط كلها. وبيجي لنا ناس من اماكن كتير برضو بيكونوا دايخين على شنطة معينة او موديل معين او حاجة معينة، بييجوا بيلاقوها الحمد لله. فدي الحاجة اللي بتميزنا. بناء عن إيه اخترت حضرتك الموقع بتاع المشروع ده؟ بصراحة زي ما قلت لحضرتك، أنا ابتديت المشروع دوت في وقت الكورونا، وبعد كده ابتديت أشوف مكان. لما ابتدت الصفحة تنشط عندي ابتديت أشوف مكان، فخدت مكان بالفعل. بس بعد كده عشان أطور المشروع، لا يعني جه قدامي المكان دوت كان مكان أفضل وموقعه أحسن وأوسع كمان. وربنا يعني بيسهل في الحاجات ديت، فقدرت أخد المكان دوت الحمد لله، ربنا وفقني. حضرتك ابتديت المشروع ده برأس مالك ولا بقرض؟ هو أنا ابتديت صراحة المشروع دوت برأس مالي، بس كان رأس مال صغير جدا. وواحدة واحدة مع الوقت ابتديت أكبر رأس المال لحد ما قدرت إن أنا يعني أعمل مشروع بالشكل دوت يعني. بس ما خدتش قروض ولا أي حاجة. إيه الصعوبيات اللي واجهتها في مشروعك؟ هو في الأول كان الموضوع صعب طبعا، لأن أنا ما عنديش خبرات ومش عارف الموديلات أو المنتجات اللي جودتها عالية، ومش عارف إزاي أجيبها من أماكن أسعارها تكون كويسة عشان أقدمها للعميل بالشكل المناسب. بس واحدة واحدة مع الوقت ابتديت إن أنا أكتسب الخبرات، إن أنا أقدر أوفر الحاجة اللي جودتها عالية بسعر أرخص من بره للعميل يعني. إزاي ابتديت مشروع حضرتك؟ انا ابتديت المشروع الاول اونلاين، كانت صفحة على النت. وواحدة واحدة ابتديت ان انا اكبر المشروع، واحدة واحدة ابتديت اخد مكان صغير وبعد كده انقل لمكان اكبر لحد ما وصلت الحمد لله للشكل اللي احنا شايفينه دوت. ليه حضرتك اخترت المشروع ده بالذات؟ انا جربت اكتر من مشروع، وكانت فترة الكورونا طبعا كانت فترة صعبة على الناس كلها، لحد ما ابتديت اشتغل في المجال دوت. ولقيت ان في اقبال، وابتدوا الناس يتفاعلوا معايا، وابتدى المشروع يعني يكبر واحدة واحدة لحد ما استقريت على المشروع.